فاكر احساس الوحدة ممكن يقتل. الإعاقة والأيتام ومرضى السرطان والعشوائيات ملفات هامة وخطيرة في مصر تحتاج دعم من المجتمع إلى جانب دور الدولة، فهؤلاء هم الشرائح التي تحتاج بالفعل للدعم والمساندة. كده مش هعرف. أنا والله يعني في العام الجديد بتمنى إن ربنا يشفي لي بنتي ويشفي كل مريض ماشي، وبشكر كل الناس اللي بيتبرعوا للمستشفى وبالذات مستشفى الأورام. ابني بيتعالج في مستشفى الأورام بقاله 6 سنين والحمد لله ربنا شفاه وعافاه، والعلاج الحمد لله وهو بقى كويس والحمد لله رب العالمين. الحمد لله اصلا بوجود مستشفى شديد اصلا من البدايه عشان خاطر عيالنا، وربنا يبارك لهم لانهم بيساعدوا ولادنا بالحفلات وبالزيارات وبالهدايا اللي بيجيبوها لهم. طالبين حاجه واحده من ربنا ان هو يشفينا كلنا. وتحيا مصر تحيا مصر. احنا النهارده جايين نشارك الاطفال احتفاليه كبيره، اطفال مرضى، فلازم ان احنا ندعمهم دعم اجتماعي ودعم نفسي من خلال ان احنا بيلعبوا معانا النهارده وبنفرحهم. واللي فاكر ان الضعف ممكن يهزم يقع على عاتق رجال الأعمال والإعلاميين ونجوم الفن والرياضة المشاركة الفاعلة في كل الاحتفالات والفعاليات التي تهدف إلى دعم هذه الشرائح ماديا ونفسيا. احنا النهارده طبعا يوم سعيد جدا بالنسبه لنا على صعيدين. واحد ان احنا نسعد الاطفال وامهاتهم وخاصه اللي هم فيه والمشاكل اللي هم فيها، لما نويهم لحظه سعاده ونسعدهم يكون ده يعني ربنا يحسبه لنا بقى في ميزان حسناتنا. النهارده احنا بنحتفل مع بعض مع اخواتنا الصغيرين، وفي عام 2016 اللي ان شاء الله بنطلب من ربنا يمنحهم الصحه والعافيه ويرجعوا كده يدونا كل ما عندهم من مهارات ويكونوا افضل بكتير. اعتقد ده واجبنا ان احنا نبقى موجودين معاهم ونحتفل معاهم بسنه جديده، وفي اي احتفال هم هيكونوا موجودين فيه احنا يشرفنا ان احنا نكون متواجدين معاهم. اتمنى اطفالنا وابنائنا واحبائنا مرضى السرطان ربنا يتم شفاهم على خير ان شاء الله، وتسعد اسرهم بيهم. انا عمري ما اتاخر على اي حاجه فيها ابتسامه حلوه للطفل بالذات الاطفال، فكل سنه هم طيبين، ولازم طبعا احضر اي احتفال يطلب مني يعني. الحفلات الخيرية وسيلة لمساعدة المحتاجين ومساعدة برضو للدولة بشكل مباشر. هيكون معانا النهاردة الدكتور صلاح هاشم، أستاذ التنمية والتخطيط بكلية خدمة اجتماعية جامعة الفيوم. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بك يا فندم. هل العمل الخيري عامة أو دور مجتمع ولا دور دولة ولا دورهم الاثنين مع بعض؟ العمل الخيري يعني طبعا مش مرتبط بس بمصر ولا مرتبط بدين ولا بعقيدة، ده ملوش وطن، مرتبط ببقاء الإنسان على الأرض، لأنه دافع التطوع مرتبط ببقاء الضمير الإنساني. الضمير الإنساني حافز من ضمن محفزات هذا الضمير هو وجود التطوع، وبالتالي أنه كل الدول اللي موجودة بتعطي حق التطوع أو العمل الخيري باعتباره أنه من حقوق الإنسان أو من حقوق للضمير الإنساني. الضمير الإنساني عشان يكون عايش في حياة اجتماعية سليمة يكون المجتمع يسمح له بشكل أكبر لإمكانية التطوع، لأن في مجتمعات أساسا لا تسمح بالتطوع. حتى لو شفتي مثلا دول زي الخليج ما بتقبلش انه المواطن يتطوع في خدمة البلد بتاعته، بتبقى في القنوات اما الدول بتوسعها او الدول بتضيقها في اطار سياسة عامة للدولة. الدول الاكثر تقدما واكثر تحضرا هي الدول التي تسمح بمساحات اوسع لمسألة التطوع وفي كل المجالات وفي كل القطاعات وفي اعلى المستويات، ويبقى المتطوع بيحظى بتقدير واحترام الدولة. لكن طبعا الدول التي تمارس الدكتاتورية بشكل أكبر فبتضيق بشكل كبير جدا على فكرة التطوع يعني بشكل واضح. في دولة كمان بتسمح التطوع، مش ان انا اتطوع. هل بيمنعوا التطوع او الحاجات الخيرية على الجميع ولا على ناس معينين؟ ما هو كلمة يعني ممكن مثلا محتاجين مثلا او ممكن بيمنعوا حاجة اسمها التسول، يعني في دول ما بتحبش ان يبقى عندها تسول اللي هم بيبقوا الشحاتين اللي في الشوارع. مع حضرتك التطوع بس مش هو فقط
اعتقد ان انا اقدم كرتونه او خدمه غذائيه او وجبه غذائيه للمتسول. التطوع ما بقاش بس المفهوم القاصر ان انا ممكن اعمل خير في اي وقت، لان مفهوم الخير بيختلف بين الدوله وبين المجتمع. الخير والشر، الصالح وغير الصالح. الناس بتفرق ازاي؟ الدوله احيانا مفهومها لمفهوم الخير بيختلف عن مفهوم المتطوع. المتطوع انه مثلا يدي لقمه للشارع لمحتاج بيعتبر ان ده خير، بينما في حد تاني يقول له انت لما اديت لواحد طفل في اشاره مرور مساعده فانت مش انت بتشجع على على اطفال الشوارع وعلى عماله الاطفال، دي النقطة اللي وبالتالي أنا انت ضد الدوله. انت ضد الدوله. يبقى المفهوم الخير مش مفهوم ما هو بس. ده برضو منظور يعني نظرة كويسة، وفي ناس بتتكاسل. في ناس بتاخد المنظور ده لكن هو صحيح وغير صحيح في اختلاف. يعني ده يخلينا نرجع مع حضرتك الى مفهوم الخير والشر. شوفي واضح جدا عشان بس المشاهد كمان يبقى فاهم. الخير هو ما فيه صالح الجماعه على حساب صالح الفرد. والشر هو ما فيه صالح الفرد ولو على حساب صالح الجماعه. وبالتالي انه انت علشان تعملي خير اذا كان هيعود عليكي انت بس ضد المجتمع يبقى ده شر. وإذا كان هيعود للمجتمع ولو ضد مصالحك أنت يبقى ده شر. وبالتالي معدلات الفساد والجريمة وحاجات بتنتشر من فين؟ إنه الشخص بيفضل مصلحته على مصلحة المجموعة، مصلحة الجماعة، مصلحة الوطن، وبالتالي بيعتبر ده شر على الرغم إنه في صالح ليه. يعني اللص حضرتك لما يسرق المرتب بتاعك ده شر ليه ولا خير؟ خير. لا خير بالنسبه له وافق خير بالنسبه له، شر بالنسبه لك. فاذا مفهوم الخير ومفهوم الشر بيختلف بين المواطن وبين الدوله. فبالتالي الدوله بتضع قوانين ما بتسيبش الموضوع، وبتضع قنوات شرعيه للتطوع عشان ما يبقاش بس انا حاطه فلسفه عامه للتطوع داخل كل بلد. فلسفه عامه، الفلسفه العامه دي يجب على المتطوعين ان يلتزموا بيها. هذه الفلسفه اما بتوسع مفهوم التطوع او بتضيقه. ده حسب الدوله. يعني الدول على فكره اللي يجي في ذهن حضرتك في الاول تقولي ان التطوع واعمال الخير بتزيد في الدول الفقيره، ده يجب. لكن لما تيجي الاحصائيات العالميه تلاقي ان الخير والتطوع بيزيد في الدول المتقدمه مش في الدول الفقيره. مع ان نسبه التكافل الاجتماعي هي فكره التكافل الاجتماعي. الحاجه لمفهوم التطوع دي ظهرت لما بدأ النظام الرأسمالي يسود في العالم. لأن النظام الرأسمالي لما بدأ قال إن الدولة لها وظائف فقط تلتزم بيها، هي تحقيق العدل، تحقيق الأمن الداخلي، الدفاع عن الحدود. وإن مسألة الرعاية الاجتماعية بقى مسؤولية المجتمع المدني أو الناس نفسهم يتكفلوا بهذه الرعاية. في الحقيقة ان في المجتمع الرأسمالي لما النزعة الفردية بدأت تصيب الناس، فبدأت الناس ما فيش نوع من التكافل، فبدأ النظام الرأسمالي يعاني من أزمة كبيرة جدا انه مش قادر نسبة تساقط النظام. الفئات غير القادرة على التكيف بتتساقط من النظام الرأسمالي فبتزيد نسبة التساؤل مثلا، ترتفع معدلات الجريمة. بس برضه في دول تانية برضه بتهتم جدا ورجال الأعمال هم اللي بيهتموا بالأعمال الخيرية والتطوع في إطار قوانين. يعني مثلا أقول لحضرتك حاجة، حضرتك دلوقتي احنا في مصر مثلا رجل الأعمال إذا تطوع في خدمة المجتمع بيخصم منه 20% من الضريبة بتاعته من قيمة الضريبة. يعني أنا لو جه راجل أعمال دلوقتي بنى مستوصف طبي ودفع من الفلوس، فهو بيدفع من فلوس الضرايب، الدولة ما بتاخدش حقها فيه، فهو كده أساسا هيرجع الفلوس للدولة، هيوديها. فهو يقول لهم أنا والله تبرعت لمستشفى أطفال، انا تبرعت، كونه يقدم ايصال في الضرائب او اي حاجه خالص، فاوريدي بتخصم منه الدوله ال 20% وال 10%. الدوله هي اللي بتاخد منه 20%؟ لا، بتخصم منه الفلوس اللي دفعها في بناء المستشفى او التبرعات دي بتخصمها منه. المهم ان هو التنظيم ما بيكونش بشكل، يعني ده رجل الاعمال لو بيتحرك بشكل فردي. لكن التطوع مش بس انك تتبرعي بشكل فردي، يعني حضرتك تروحي مثلا مستشفى 57 فتتبرعي فتقولي انا متطوعه، ده شيء جميل. لكن ده ما يحلش مشكله بلد، يحلهاش. عشان يحل مشكله بلد ان يكون عندك مؤسسه مؤسسه وفق قوانين معينه، القوانين دي تلتزم بها هذه المؤسسه وتمارس التطوع من خلالها، وتبقى اموال هذه المؤسسه تحت رقابه الدوله. الفلسفه الاولى بتقول ان المحتاج ده في الغالب ده انسان سيء الحظ، انسان سيء الحظ، يعني ربنا خلقه فقير ما اداهوش نفس لانه حظه الفرص كانت قليله وحظه فقير، فده بيدفعك انسانيا الى ان تتطوعي بالتبرع الى هذا الشخص اللي في منظورك انه سيء الحظ، وبالتالي انت سعيده الحظ. فتاخذك الشفقه اللي هو
طابع من طبيعة الحياة الإنسانية. أنت كإنسانة عندك حب الشفقة، بتدفعك إلى مساعدة الفقير سيء الحظ. لكن في ناس تانية فبيعملوا جمعيات أو منظمات أهلية، هذه الجمعيات أو المنظمات الأهلية تقدم خدمات مباشرة إلى الفقراء سيء الحظ. لكن في ناس تانية ما بتشوفش الفقر على إنه سوء حظ، بتشوفه على إنه خلل في نظام توزيع موارد الدولة غير عادل، وبالتالي إن الدولة بتوزع موارد وبتقدم تسهيلات لناس ومش بتقدم تسهيلات لناس تانية، فيأخذهم الغضب إلى الدفاع عن الفقراء فيعملوا مؤسسات حقوق الإنسان. يبقى أنا في وجهة نظرهم هو ده الخير. هو ده الخير. يقول لك أصل هنقعد إحنا دلوقتي نتلقى الحنفية سواقة النظام، ما هو لو في خلل في توزيع الموارد ده وجهة نظرهم. أنا هفضل أقدم خدمات مباشرة، الفقر مش هيخلص. ولا أقفل الحنفية من خلال السياسات غير العادلة اللي أنا بعدلها. يبقى عندك قناتين للتطوع، إما التطوع بتغيير السياسات العامة التي تنظم توزيع موارد الدولة على أبنائها، وإما إن أنا أكتفي فقط بتلقي سواقة الأنظمة الاقتصادية وأقدم خدمات مباشرة إلى الناس الموجودة. حضرتك يعني نورتنا النهارده بجد. شكرا. ونتمنى ان يعني كل المصريين يكونوا سمعونا، واتمنى بقى ان احنا نرجع تاني نمشي بديننا الاسلامي، ديننا الحنيف، ان هو انت لما تتبرع باليمين الشمال ما تعرفش ايه. ونورتنا، وكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا فيها حاجة حلوة. السلام عليكم.